حمادة سنسور ومغامرة المحركات. بعد أن تعلمت نور كيف تجعل الضوء يومض، كانت متحمسة لمشروعها التالي. قالت لحمادة سنسور: لقد جعلنا الضوء يضيء، ولكن ماذا عن الحركة؟ أريد أن أصنع شيئا يتحرك. ابتسم حمادة، وعيناه المستشعرتان تلمعان. فكرة رائعة يا نور. الحركة تجعل اختراعاتنا تنبض بالحياة. لهذا سنحتاج إلى شيء مميز يسمى المحركات، موتورز. أوضح حمادة: المحركات مثل عضلات اختراعاتنا. إنها تحول الطاقة الكهربائية إلى حركة. They turn electricity into motion. هناك أنواع كثيرة، لكننا سنبدأ اليوم بنوعين. الأول هو محرك التيار المستمر أو DC موتور. أخرج حمادة محركا فضيا صغيرا. هذا المحرك يحب أن يدور ويدور ويدور بلا توقف. نظرت نور إلى المحرك الصغير. يدور بلا توقف؟ ماذا يمكننا أن نصنع به؟ قفز حمادة بحماس. لنجعل الجو منعشا قليلا، ما رأيك في صنع مروحة صغيرة؟ ميني فان. يمكننا استخدام هذا المحرك لتدوير المروحة بسرعة كبيرة. فكرة رائعة يا حمادة. يلا بينا. أحضرت نور مروحة بلاستيكية صغيرة. أرشدها حمادة: سنقوم بتوصيل سلكين من الأردوينو إلى المحرك. الأمر بسيط جدا، لكن تذكري، المحركات تحتاج إلى طاقة أكبر قليلا من مصباح LED، لذلك سنستخدم دائرة خاصة لمساعدتها. بعد توصيل كل شيء، قامت نور بتحميل الكود. فرر. بدأت المروحة تدور بسرعة، مطلقة نسيما باردا. ضحكت نور وهي تشعر بالهواء على وجهها. هتف حمادة وهو يدور في مكانه: لقد فعلتها. أنت مهندسة تبريد الآن. You did it. قالت نور: هذا ممتع جدا. ما هو النوع الثاني من المحركات؟ قال حمادة: يسعدني أنك سألت. النوع التالي هو المحرك المؤازر أو سيرفو موتور. هذا المحرك لا يدور فقط، بل يمكنه التحرك إلى زاوية محددة والتوقف هناك. إنه دقيق جدا. Very precise. سألت نور: دقيق؟ مثل ماذا؟ أجاب حمادة: مثل ذراع الروبوت. يمكننا أن نطلب منه التحرك بزاوية 9 درجات أو 180 درجات بالضبط، لنجرب صنع ذراع آلية تلوح لنا. Waving Robot Arm. أظهر حمادة لنور أن المحرك المؤازر له 3 أسلاك: بني للطاقة السالبة، أحمر للطاقة الموجبة، وبرتقالي للإشارة. Power, Ground and Signal. سلك الإشارة هو الذي يخبر المحرك إلى أين يذهب. قامت نور بتوصيل الأسلاك بعناية في لوحة الأردوينو. بعد تحميل الكود الجديد، بدأت الذراع الكرتونية الصغيرة تتحرك. ذهابا وإيابا، ذهابا وإيابا. كانت تلوح. صرخت نور بسعادة: إنها تلوح لي. مرحبا أيها الروبوت الصغير. قفز حمادة لأعلى ولأسفل. لقد بنيت أول الروبوت لك. Your first robot. نظرت نور إلى اختراعاتها الجديدة: المروحة الدوارة والذراع الملوحة. قالت: الآن يمكنني أن أجعل أي شيء يتحرك. قال حمادة: بالضبط يا مخترعة المستقبل. بالسيارات والروبوتات والمراوح لا يوجد حد لما يمكنك بناؤه. ما هي